بكم مرة تانية في حلقة جديدة. النهاردة نتكلم عن آخر مستحدثات إجراءات الإيداع الدولار داخل البنوك، وخاصة التحديد في بنك أهلي وبنك مصر. بس قبل ما أكمل الحلقة، يا ريت اللي بيشوف الحلقة أول مرة سبسكرايب للقناة، اشترك للقناة ولايك وشير للفيديو. أما محبين الأفاضل الموجودين على القناة، لايك وشير للفيديو. البنك الأهلي ومصر أو معظم البنوك حاليا بدأوا إن هما يبقى فيه تعليمات ضمنية داخلية محدش يعرفها على فكرة، اللي شغالين في بنوك بس. ان هم يسهلوا عمليه ايداع الدولار في البنك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت حضرتك لو رايح البنك في الاول، لما كنت بتجيب ايداع دولار كان ممكن تلاقي الموظف يبقى فيه اجراءات عنيفه شويه، يقول لك انت جايب الدولار منين، لا لو انت مش جايب مصدر الدولار ممكن ما ياخدوش منك. لا، لانه اللي هيحصل دلوقتي كالاتي: انت جايب 10000 دولار، الموظف مش هيقول لك انت يعني مثلا انت جايب فلوس من حضرتك، هتقول له مثلا جايب فلوس ان شاء الله يا رب، تقول له جايبها من مخدرات. يعني انت لو جبت له حد او قلت له حتى مصدر عمل غير مشروع، مش هيرفض منك ايداع دولار، هياخد منك ايداع دولار. وممكن بعد كده ياخد معاك اجراء ان هو هيجمد الدولار داخل البنك. اهم حاجه الفتره الجايه اللي موجوده ان هو يدخل كميه ايداعات دولار يعني بشكل كويس داخل البنك. تمام كده. ده المهم الموجود الفتره الجايه. طب التعليمات ديت ليه؟ احنا عندنا عجز في الاحتياط النقدي الاجنبي، فبدأ البنوك تعمل عمليه تسهيل لاجراءات الايداع. يعني زي ما تقول كده، يعني ايه التعليمات الضمنيه اللي متقاله شفويا لمعظم الناس اللي شغالين في بنوك حاليا. وده على فكره الكلام ده مش معظم الناس هتعرف المعلومات دي، ومش معظم الناس هيقولوا لكم ايه المعلومه دي حصري من قناه بنكاوي. ان هم واخدين تعليمات شفهيه لموظفين البنوك، سهل اجراءات الايداع في البنك خاصه بالدولار بالذات. حتى الاول مثلا كان بيقبل ايداع الدولار من شركات عن طريق اصحاب الشركات. حتى اصبح دلوقتي ممكن فتحوا له المفوضين، يعني هو لو عمل مفوض لاحد الناس اللي شغالين في الشركه ممكن يجي يعمل ايداع عادي. تمام. الناس اللي جايبه دولار وجايه البنك، ما تصدش اللي جايب الدولار، لا خد منه الدولار واعمل له ايداع. حتى لو انت شايف ان المصدر اللي هو يعني المصدر الايداع بتاعه او الايداع بتاعه غير منطقي، وبعد كده ان احنا هنتبع الحساب ونشوف لو هو بيمشي باجراءات غير عاديه، هنجمد الحساب ونبدا نكلمه. لكن لو مش بيمشي خلاص الموضوع انتهى، يبقى هو مصدر دخله طبيعي ومنطقي. المهم عندهم الفتره اللي جايه في البنوك بصفة عامة، خاصة الأهلي ومصر، إن هم يجمعوا دولارات بأكبر قدر ممكن كإيداعات. وكده كده احنا عارفين إن إيداع الدولار أصلا في كإيداع داخل البنك ضعيف. يعني الفايدة على حساب الدولار ضعيف، كل 1000 دولار عليه 1 دولار. ده في معظم البنوك على فكرة. تمام كده. فبناء عليه هو بالنسبة له الدولار مش هيكلفه كتير كإيداع. هو اصلا كمان بتلاقي كل حساب حتى لو في ايداع دولار بياخد مصاريف على الحساب اكتر من الفايده اللي بياخدها. فهو في جميع الاحوال البنوك كسبانه. اهم حاجه عنده ان هو يوفر حصيله دولاريه الفتره اللي جايه بشكل يعني غير طبيعي. طب هل الموضوع ده مفيد ولا مش مفيد؟ لا، هو هقول لحضرتك هو له شقين. الشق الاولاني اللي هيجيب دولارات الفتره اللي جايه ومصدر دخل منطقي، مش هيبقى عنده مشكله خالص. حتى تلاحظوا الفتره اللي جايه هيبداوا ممكن يبداوا ينزلوا شهادات بالدولار بفايده عاليه شويه عشان يشجعوا الناس على ايداع الدولار داخل البنك. ماشي. لكن عيبه حاجة تانية، ان لو حد عمل ايداع بالدولار بمبلغ كبير وكانت تحويلاته للدولار غير منطقية، ده هيبقى صيغة سهلة جدا بتوع البنك ان هم يسلموه تسليم اهالي للجهات المعنية اللي موجودة داخل الحكومة. وطبعا هيتم تجميد ارصدته وتحويله للجهات طبعا داخل البلد للتحقيق. فهو المهم عندهم الفترة اللي جاية، احنا قبل كده كان في ناس كان بتبقى فيه صعوبات في الايداع الدولار، حاليا ما عادش فيه صعوبات في ايداع الدولار. الخبر ده مهم جدا يا جماعة. حتى كمان بعض الدولارات اللي كان مثلا ممكن يكون لو الدولار فيه مشكلة مكتوب عليه بتاع كلام من ده، بس طبعا لو كتاب عليه معقولة، هتلاقي كان قبل كده يقول لك لا خد الدولار رجعه، هتلاقي حاليا برضه يقول لك لا ممكن يقبل منك الدولار عادي. كان قبل كده كان في بعض المشاكل مع الناس، واحد جايب دولارات ممكن يكون مكتوب عليها حاجة بسيطة بتاع كلام من ده، ممكن يقبل منه عادي خالص مفيش مشكلة. تمام كده. بس ده في بعض الفروع وبعض البنوك، يعني مش كل البنوك ممكن تقبله، بتبقى حاجه تقديريه خاصه بمدير الخزنه اللي موجود ساعتها. تمام. اتمنى تكون الحلقه فادتكم، وان شاء الله بكم في حلقه جديده. نخلي بالنا كويس اول الفتره اللي جايه يا جماعه، البنوك بدات تتعامل مع الناس بذكاء شديد جدا.
محدش يعني يتوهم بان هو يعني يتم استقباله في البنك بشكل كويس، انا خلاص بقى اخد منه الدولار، ده ما سالنيش على حاجه المره دي مش عارف ايه، طب انا بقى ابدا احول مره في الثانيه في الثالثه، هتلاقي فجاه حسابك الجامد وبقى فيه مشكله. خلي ايداعاتنا منطقيه، خلي تحويلاتنا منطقيه. راجل مثلا شغال بره، شغال مثلا في مكان مثلا معين بقبض بالدولار، يبقى انا تحويلاتي بالدولار، يبقى كلام منطقي، عشان خاطر ما نجيش بقى كده بقى احنا محوشين مبالغ كبيره بالدولار نيجي نحولها في مصر وبعد كده احنا اللي نزعل. تمام. اتمنى تكون الحلقه فاتتكم، ان شاء الله بكم في حلقه جديده، ومع السلامه.